ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في اول حلقه من حلقات ازاي نخس من البيت. لو انتم ما تعرفونيش، انا كابتن محمد علي، شهرتي كابتن عزه، مدرب معتمد من نقابه المهن الرياضيه وحاصل على شهاده الطب الرياضي. يعني هعرف اوصلك للهدف اللي انتم بتحلموا بيه، سواء كان هدفكم تخسوا او هدفكم تزيدوا في الوزن. فسلسله الحلقات دي هتكون بتتكلم ازاي نخس من البيت، ازاي نعمل الدايت لنفسنا من البيت، وازاي كمان نتمرن من البيت، مش هنحتاج ننزل لجيم. فالاول خلينا نتكلم على اول حاجه لازم نعملها اول ما نفكر ان احنا نغير من نفسنا او نغير من وزننا، او سواء انت عايزين تخسوا او عايزين تزيدوا. اول حاجه لازم تحدد هدفك، انت عاوز تعمل ايه او انت عايزه تعملي ايه. لو انتوا مثلا حاطين هدف في دماغكم ان انتوا تخسوا 10 كيلو في الاسبوع، فده طبعا مش هيكون منطقي. فالاحسن ان احنا نحط هدف واقعي، زي مثلا ان احنا هنخس في الاسبوع ده 5 كيلو، او هنخس في الاسبوع ده مثلا 3 كيلو. فده هدف واقعي ان احنا نقدر نوصل له. فعشان ما تتعقدش، ما تحطش اهداف غير واقعيه في جدولك، او ما تحطش اهداف غير واقعيه في دماغك، علشان ما تتعقدش وتتقاعد وما تتمرنش ولا تعمل دايت. تالت خطوه، وهي خطوه مهمه جدا، ازاي تقسموا وجباتكم على مدار اليوم. في ناس مثلا لما بتكون عايزه تخس بتروح مثلا واكله وجبه او وجبتين وتقطع بقيه اليوم. طبعا ده غلط، مش صح. جسمك بيبدا يبقى فيه انبالانس في الهرمونات ومش هتخس بشكل صحيح. فلما تقسم وجباتك على مدار اليوم، اللي هو مثلا كل 4 ساعات تاكل وجبه خفيفه، جسمك بيعلي الحرق اكتر. فلو انت مثلا بتاكل 3 وجبات، ممكن هناكل نفس الكميه بس هنقسمهم على 5 وجبات، كل 3 ساعات او كل 4 ساعات بناكل وجبه. كده جسمك بتعمل له عمليه اخداع وبيبدا يحرق الاكل اللي هو داخله ده، وبيبدا عمليه الحرق، وبتبدا عمليه الحرق تزيد في جسمك بشكل كبير. وطبعا حاولوا تدخلوا في نظامكم الغذائي وجبات غنيه بالالياف، لان الوجبات الغنيه بالالياف هتمدكم بالشبع طول اليوم. وكل ده هنتكلم فيه في الحلقات الجايه ان شاء الله، وهنعرفكم ازاي تعملوا النظام الغذائي لنفسكم، وهنعمل النظام الغذائي وهنعرفكم ازاي تحسبوا السعرات الحراريه وازاي تتمرنوا وتتمرنوا قد ايه. كل ده هنشرحه في الحلقات الجايه. فبليز اعملوا اشتراك للقناه علشان يوصل لكم كل جديد. بس يا جماعه، ودي هتكون سلسله الفيديوهات الجايه، ازاي نخس من البيت وازاي نتمرن في البيت. فاعملوا اشتراك للقناه وفعلوا الجرس عشان كل يوم هنزل لكم الحلقه الجديده من سلسله ازاي نخس من البيت. ولو انتوا عايزين تركزوا على حاجه معينه اكتبوها لي في الكومنتات وهعمل لكم الفيديو عنها على طول. بليز اعمل اشتراك للقناه علشان ما يفوتكش التحدي اللي احنا داخلينه.